معانا واحد شاب جميل بجد، كان برضو معانا زمان وشغله كبر، اسمه محمود رضوان. هنشوف ايه التولز بتاعته زي ما انت كنت بتقولي، ايه موهبته واستغلها ازاي بعد الفاصل. استنى. رجعنا لكم تاني، واول موهبه معانا هو محمود رضوان. محمود من زمان، من صغره يعني هو بيحب يعمل زي ما انتم شايفين كده عندنا على الترابيزه اشكال سواء بالشمع او بالصلصال، ونماها لغايه لما اللي انا عارف ان هو دلوقتي بقى السكه ما شاء الله يعني شغل، وده بقى ده اهتمامك وتركيزك دلوقتي. فلو تحكي لنا حوده في الاول كده الموضوع. اوكي، اولا ازيكم؟ وحشني جدا، تاني مره اكون معاكم في البرنامج هنا. الوشوش اتغيرت، شفت في ناس جديده. طبعا في ناس نقصت وحشنا، بس بجد مبسوط اني معاكم النهارده. اسمحوا لي ان انا اقول لدينا بجد كان مسلسل تحفه، كسرت بيه الدنيا، وانا كنت مندمج معاكي جدا، بالذات لما كنت تعيطي وكده. احنا جايبين ناس تعمل لك شغل. قعدت 3 حلقات بتعيط تقريبا. انت اللي شغلك جميل والله العظيم، انا مش مصدقه. يعني ده اصلا اياد كان لسه بيحكي لي قبل انا عملته بره. أيوة. عملته بره، واياد قال لي عامل وش حلو قوي، مش عارفه ايه، فجاه لقيناه جسم. بالظبط، انت بتشتغل بسرعه. برافو عليك. ودنه كمان وحركات. احكي لنا اللي حصل. انت كنت معانا من تقريبا سنه وشويه. بالظبط، تمام كده. التطورات اللي حصلت بقى في الفتره دي. بص، هو احنا وقفنا عندنا ان انا حاولت اعمل بيني وبين كليه فنون جميله اندماج، لان انا ما عرفتش اخش فنون جميله عشان 2 من 10. تمام، فخلاص يعني الامر واقع واستسلام لي وخلاص مفيش مشاكل. يعني مبدئيا اول معلومه عشان بس اللي ما اتفرجش عليك من سنه، ان الشاب اللي عامل كل الاشكال الفنيه دي اللي يعني هو ده الفن في وجهه نظري، او يعني الموهبه واضحه. ما عرفش يخش فنون جميله علشان 2 من 10. لا، ما عرفش يخش فنون جميله عشان فنون جميله بالظبط. فرقت 2 من 10 علشان 2 من 10 عشان فرق 2 من 10. انا حابب اقول حاجه، كنت وانا بسمعك كنت بتتكلموا كنتوا بتقولوا يعني ايه موهبه. هي موهبه. هبه دي يعني هبه من ربنا سبحانه وتعالى بيديها لحد. تمام، هو حسب استغلاله ليها هي هتبقى موهبه بالنسبه لتعريفنا ولا مش بالنسبه لتعريفنا. لكن الهبه نفسها ربنا بيديها لحد، يا اما بيحسن استغلالها يا اما بيدفنها. انت فاهم؟ يعني انت ممكن تجي لك هديه تحطها في الدرج، يا تحطها في البيت في مكان يبقى متشافه. فهي دي بالظبط الموهبه اللي ربنا بيديها لاي حد عندنا. تمام. انا عايز اقول لك بس ان الموهبه هي ممكن نقول ان القرايه موهبه. يعني في ناس بنشوفهم بيقروا الجرايد، انا بسمع اصوات ببقى منبهر، وانا بسمع صوت ببقى سامع مبسوط. صح؟ او ممكن واحد يكتب مش زي اي حد بيكتب، الخط نفسه فرق كبير جدا. صح. السباحه برضو احنا بنسمع كتير جدا عن سباحين بيعوموا كويس جدا، بس ابو هيف مثلا، سمعنا عن كام واحد اسمه ابو هيف عدى المحيطات وكسر حاجات. يعني نرجع لحاجاتنا بقى. طولت عليك. حاولت انت تخش مع فنون جميله تندمج معاهم بالظبط كده. عملت معرض مع دكتور طاهر عبد العظيم، ده دكتور في فنون جميله. وحضر فيه مفتي ديار المصريه. كان عامل ماكيت بالصلصال عن حرب، عن عامل فيل ماكيت دي بالصلصال، وكنت عامل برضو اشكال كده، وحضر فيه مفتي. يعني دي كانت بالنسبه لي كانت فتحه كبيره قوي جديده بالنسبه لي يعني. بس انا عايز ابص على الجزء برضو الايجابي، ان زي ما انت الموضوع فرق معاك وما عرفتش تخش على 2 من 10، بس لقيت اللي جوه الكليه اللي يقدر ينمي موهبتك او يبقى متابعك. ما انا هقول لك حاجه، بص، ما هو منطق نتكلم بيه. ما هو لما تلاقي شاب بيبدا يسعى ورا شيء معين، اكيد لازم الناس اللي حواليه هتقف في نقطه هو بيسعى كتير ليه كده. يعني اكيد في حاجه. يعني بص صدقني، ما حدش بيساعد حد الا لما يحس ان هو فعلا عايز. هو ممكن يبقى يقدر يساعدك، بس بيفضل يعني يبطأ في مساعدته ليك لغايه ما يتيقن انك فعلا هتقدر تعمل حاجه بالمساعده دي. فعلا انا فضلت وراهم، يعني ده اثر عليا دراستي في الجامعه بصراحه. يعني انا جبت تقدير جيد وحاولت من انتساب لانتظام، يعني دي بالنسبه لي شيء عالي، ولكن صدقني قدراتي ممكن تبقى اعلى من كده. محمود، طب النحت بالصلصال، انا اول مره اسمع الجمله دي. يعني انا اسمع عن صلصال حد بيعمل اشكال لكن نحت بالصلصال عايزه افهمها ايه. تمام، بصي، هو النحت عامة ألوفات الأنواع، في خزف وفي طينة وفي رخام وفي جبس، في حاجات كتير قوي. بس هي الفكرة اللي أنا عايز أقولها لك إن أنا اخترت المجال ده لأن مفيش منه كتير. اخترت زي ما بيقولوا نوع غنى مش مشهور، مونولوج، اللي هو الصلصال. على فكرة أنا عملت أول معرض صلصال في العالم كله، ده بشهادة ناس من أمريكا وناس من إيطاليا اتعرفت عليهم في الفن ده. عملت معرض. شرفنا يعني. بس وبدات ان انا اطور فيه لدرجه اني وصلت ان عملت شخصيات عالميه بيه.
ومنتظر ان شاء الله في الخطوه الجايه ان انا ناوي اعمل معرض صلصال ده زي عالمي الشخصيه بقى. اللي مثلا حد مصطفى عملت- حسين عامل شخصيات كاريكاتير مثلا لا 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 انا مش أسامي، كاريكاتير، فأنت عامل- عملته شخصيه بس انت عاملها حجمها بقى كده بصلصال. او زي الاسماء تماثيل الشمع اشقياء يعني. او الاسماء زي بالظبط نفس متحف الشمع، ولكن انا عايز اعمله متحف صلصال مصري. بص هي تماثيل صغيره مش كبيره قوي يعني، لهتلر واوباما وانجينا جولي وفيدل كاسترو ومبارك، كذا شخصيه، بحيث ان يبقى عندنا زي ما في متحف الشمع برضه يكون في متحف صلصال، يبقى احنا انفردنا بشيء على الاقل يعني. ايوه بس انا برضو مش فاهمه يعني معمول الصلصال ده يعني طب ايه كلمه النحت؟ ايه علاقه ده بالنحت يعني؟ اوكي، ممكن تعمل اشكال بالصلصال. الموضوع بسيط جدا، ان خامه الصلصال هي خامه ما بين الحاجه الصلبه وما بين الحاجه اللينه على الاخر، حاجه في النص كده، تمام؟ فنقدر نشكل بيها الاشكال اللي احنا عايزينها. عايز اقول لك ان اهم حاجه اتعلمتني في الصلصال ان كل حته في صباعنا ليها اهميه، يعني عرفت ايه الطري وايه الخشن وايه اللي اعمل بيه وايه اللي ما نعمش بيه. طيب. فتحت مدارك كتير قوي. كنت قاعد بره وبتلعب بالصلصال، رحت عامل انا عايز اعرف ايه اللي يعني ايه اللي بيجرى في إيه اللي دماغك، بيدور في دماغك. ازاي بتالف الشخصيه، بيجي لك الفكره من الشارع، بتشوف شخصيه حقيقيه في الشارع فبتحاول تطلع الشكل دوت في الصلصال، ولا ايه يعني ايه الهدف بتاعك؟ صدقني هو الموضوع بيبقى عباره عن ضحكه، نكته، عباره عن نكته او ضحكه بتدخل في دماغك بتبدا تحاول انك تنفذها، او فكره. بس الهدف بقى ان الفكره اللي تبقى في دماغك دي ازاي تعرف تنفذها. يعني صدقني انا عايز اوصل لحاجه، بس انا لما عملت تماثيل هتلر واوباما والناس دي الموضوع ما كانش سهل، ما كانش ان انا كنت يعني خلاص انا عندي موهبه وبس، لا انا دخلت النت وعملت سيرش كويس جدا وجبت الوفات الصور للشخصيات دي من الزوايا مختلفه عشان اقدر اوصل للحاجه اللي انا عاوزها، وعملت التمثال وبوظته وعملت غيره وبوظته كذا مرحله لغايه ما وصلت للنقطه دي. انا عارف ان انا مش بتكلم كلام منطقي، كلام مش منطقي تماما. لا بالعكس، انت بالنسبة بتتكلم، لشباب لا كتير. انت بتتكلم في كلام منطقي، ولكن كتير من الشباب ما بيبقوش متمسكين بفكره للدرجه دي. زي ما انت قلت الناس كانت مستغربه ان ليه هو مصر قوي كده، انت فاهم؟ كتير هيجرب مره والتانيه بعدين هيقول يا خلاص ما فيش امل، أنت بالظبط فاهم؟ كده. فهو يعني يمكن بخلاف طبعا الموهبه ما شاء الله، وعجبني ان الراجل فيه تفاصيل، يعني الشعر معرجه، قرطه في التكشيره او تقسيمه بتبدأ الجفن بإيه دي الأول الأورا. في التمثال؟ ففي تفاصيل نعم. هايله. بتبدا بايه الاول في التمثال؟ الراس ولا القاعده تحت؟ بصي انت هي- وعدتنا ان وانت بتتكلم اصلا ايدك هتبقى ممكن؟ شغاله طب. علشان نعرف بتبدا ممكن ازاي طبعاً. يعني. ده في وسط الكلام. ده كان راس. انتوا ده كان- عايزيني ده كان في اشتغل الأول ممكن راس. في بني، في اصفر، في برتقاني وفي اسود، اشتغل هي بأي لون؟ اعمل الماتيريال اللي دي انت عايزه اللي بقى. انت مستخدمها غير اللي انت مستخدمها هنا؟ ده شمع، ده مسدس شمع. اوكي. ده على فكره خدت عليه براءه مسدس اختراع. الشمع عليه العادي بتاع براءة انا ده يعتبر عشان فرح كانت عايزه ناس مخترعين والنبي، فده انت واخد عليه براءه ده اختراع. براءة اختراع، بتروح مكان وبتسجل انك عملت حاجه محدش عملها قبلك قبل اللي كده. هي معلش ده فاهم. ده خفيف قوي، انا كنت ايه فاكره ده؟ كان شكله تقيل. فكرة تقيل. طب خليني اسالك حاجه تانية يا محمود. دلوقتي زي ما عادل كان بيقول، في شباب كتير قوي بتبقى محبطه وما عندهاش امل. احكي لنا كده انت عملت ايه؟ يعني انت ما شاء الله عندك موهبه، ومن ساعه ما جبناك وكنت اوريدي بدات تعمل حاجات. عملت ايه؟ سالت مين؟ رحت فين؟ يعني في حد بيبقى عنده موهبه وبيقعد يعمل حاجات طورت كتير نفسك جدا ازاي؟ بس تمام. مش عارفين ايه؟ بقول له طور بكمل نفسه. سؤال. بصي نتكلم بقى الكلام العام بتاعنا كشباب بقى اللي احنا بنشوفه في اليوم، في احباط كبير جدا. تمام، في عدم اهتمام كبير جدا. يعني بقى انا مش عايز اسودها، بس بجد الناس بقت بتفكر دلوقتي. خليها برتقاني والنبي. انت مش لا لازم. ما اقصدش، انا قصدي بس ان دلوقتي الناس تقول لك اوكي انت موهوب، اقدر اخد منك ايه؟ بس ده الكلام اللي بيتقال بالمنطق يعني. وانت عرفت بقى تدي ايه؟ ده اللي انا عايز اعرفه. فانا بقى عرفت بقى ان انا ممكن ادي ايه بقى، ان انا ممكن اعمل حاجتين، اخلص لموهبتي واسعد الناس. خلاص انت عايزني اعمل لك اللي انت عاوزه وتكسب من وراه، تمام. فبدي كورسات، تمام، لناس وبديها كويس جدا. الفلوس مش تبقى تقريبا تبقى شيء معدوم يعني، بس خلاص انا بنمي موهبتي وفي نفس الوقت بقدر ان انا اعمل توازن في حاجه انا عاوزها يعني. انت وانت بتشتغل، احنا معانا تقرير بس فهمنا الاول، انت بتروح للاطفال في المدارس او بعمل بتعمل ورش لتعليم الصلصال. بحاول بس اعمل لهم سوفت سكيلز بس بالصلصال. احاول اوصلها لك بشكل اوضح. بص احنا لما بناخد سوفت سكيلز مع الدكاتره المشهورين، بناخدها ليه؟ لان احنا في قدرات دماغنا في مليارات الخلايا اللي ممكن تشغلنا. وانت اتفقت مع اصحاب المدارس او المسؤولين في المدرسه ان ده ممكن يفيد الاطفال بالظبط كده. واقتنعوا بده وبقى جزء من يومهم يعني ولا بقت ورشه بتتعمل لهم ولا ايه؟ افتكر اسكت تتفهم. إيه؟ الموضوع مش بتبقى سهل يعني، صدقني الحاجات دي مش بتبقى سهله خالص يعني. انت ممكن تفضل مثلا زي ما الناس شايفانا في التلفزيون، شايفه اللي قدامها بس،
لكن مش شايفه اللي حصل من ورا، ازاي احنا جينا، ايه الموضوع اللي حصل، ازاي حصل اعداد، ازاي حصل تصوير. ازاي توصل للراجل اساسا من الاول بالظبط. ومعاد في الثاني في الثالث بالظبط. لغايه لما تعرف تقعد معاه. بالظبط. طب خلينا نطلع نشوف انت وصلت التقرير. اه، انا عايزه بالظبط. اسالك على حاجه على أوكي. التقرير ده بالذات اه كمان. لما نرجع نشوف التقرير بتاع الاطفال. اولا طبعا يعني في الحضانات دلوقتي من الحاجات اللي دايما بيحاولوا يطوروها اللي هو زي ما انت بتقول شغل الاطفال بيسموها الفاين موتورز او الحركات الرفيعه اللي هي تعلمه ازاي يمسك قلم، ازاي يتطور يبقى عنده دقه. وده اللي انت كنت بتقوله، بتحاول تروح للناس وتبتدي احاول افهمهم ده. تفهمهم مهم ده. هل في سن معين للاطفال بتبدا معاه؟ جربت مثلا من لقيت فوق في سن 3 سنين، فوق 3 لان من تحت 3 سنين الصلصال ممكن ممنوع يبلعوا بالنسبه له. الصلصال، بالظبط، ما ينفعش، لان انت عارف دايما الحاجات دي على طول الطفل وهو صغير بيبقى عنده فضول وحب استطلاع لاي شيء حواليه، ان هو يقدر يعمل منه اللي هو الحاجه اللي هو يحبها يعني. طب محمود، بمناسبه بقى ال3 سنين دي، تقول فوق 3 سنين يبدا يستوعب موضوع الصلصال، انت بدات موهبتك دي من 3 سنين ايه ده؟ صح؟ صح. شفت بقى؟ وضح لي بقى خلينا الموضوع ده، ازاي تبدا من 3 سنين طفل نحت صلصال؟ بصي، اكيد يعني واحنا صغيرين، او اكيد كلنا وانتوا صغيرين كمان كنتوا اهاليكم بيجيبوا لكم ورق تلونوا وصلصال أصل تلعبوا بيه، عادي شيء طبيعي. لكن انك تفضل لازق بقى قدامه، انت بتضحك عليا يعني. يونس بيهزر معايا. بس انت بتستخدم حاجات يا محمود في الصلصال على طول ولا كله؟ لان فعلا التفاصيل الصغيره دي قوي اكيد بتستخدم فيها حاجه، صح؟ هي اللي وقعت دي، هي اللي هي طارت دي بس ولا هي دي ولا بس في والله. حاجات دي ثانيه عصاية. لا هي دي بس بحتاج بعد كده فرشه عشان الون عليه بالغيره الابيض الشفاف عشان يبقى ماسك نفسه كويس. موت، وانا لما اتفرجت على التقرير انا استغربت ان انا كنت عايز اسالك على ده قبل، بس لقيت التقرير فعلا رد عليا. ولاد وبنات، احنا متعودين ان دايما في السن ده البنت هي اللي عايزه تلعب بالصلصال، هي اللي عايزه ترسم على ازاز، هي اللي عايزه تلعب بخرز، كل الحاجات دي بتبقى ميول بنات اكتر. فلقيت في يعني استجابه من الولاد الاطفال ان هم حابين برضو يستخدموا الادوات دي معاك. طب انا هسالكم سؤال وتردوا عليا بصراحه. كم واحد فينا حب ماده عشان مدرس بصراحه؟ كتير طبعا. صح؟ وكرهنا كم ماده عشان مدرس؟ برضه كلنا. ده الاجابه. عشان هم حبوك انت. بقول لك يمكن. انت تسيب الصلصال وتبتدي تشتغل تنميه بشريه بقى. ايوه ستايل عالم ازاي في 3 دقايق عمل وش. ده مين يا باشا؟ هو خلص خلاص اصلا يعني ما اعرفش. اقل من دقيقه، ما انا سمعت خدت بالك. انت سامع معانا؟ طب دول ده مش صلصال، ده شمع. ده شمع، مسدس الشمع. بعمل كركاز من الحديد وابدا ان انا اكتل عليه حاجات وابدا انحت عليه بالشمع، مسدس الشمع. بس الشمع ما بيبقاش فيه تفاصيل زي الصلصال، صح؟ ايوه بيبقى صعب شويه، بيبقى سخن وبيلسع ايدينا لما وبيبقى بيبرد ما بتتحكم بس يتشافش. انت خدت عليه براءة اختراع عايزين ايه؟ انت ايه اول حاجه بص، عملتها؟ هي الفكره ان انا بعد ما عملت كده صورته على ورق A4 عادي جدا، وبتروح هناك بيشوفوا الحاجات بتاعتك ويختموا لك عليها ختم ويدوك كود ان انت اول واحد عمل الكلام ده. تمام. واللي جاي ايه؟ عشان احنا كده خلاص وقتنا. اوكي، طولت عليكم بس والله كنتوا وحشيني يعني. بص، هي اللي جاي خطه ان انا عايز اعمل معرض كبير زي ما قلت لك، لاوباما وهتلر وانجينا جولي ومبارك الناس السليبرتيز يعني عايز اعمل الناس قصه المشهورين كبيره جدا. أوكي. وعايز اعمل كمان للتماثيل دي. عشان اوصل للنقطه دي محتاج بقى ان انا يبقى عندي علاقات كبيره في مكان، قاعه كويسه جدا يكون فيها اضاءه كويسه بحيث ان انا اقدر اعمل الشغل كويس، ان لو اتعرض حاجه قد كده. انا وقفت 3 سنين عشان المعرض ده. اشيل انا ورق انا كمان. ايوه. اوعدك انك لما توصل للمرحله دي باذن الله والمعرض ده يتعمل هنكون معاك فيه باذن الله. ميرسي ليك يا اياد، وميرسي ليكم تبقى معانا كلكم. تاني ان شاء الله في فرصه قريبه جدا باذن ان شاء الله باذن الله. بشكرك ميرسي. جدا يا محمود وانا على سعيد وجودك انك معانا. معاكم النهارده. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني مع موهبه تانيه. استنوا.